بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايه وعامله لكم كيكه الذره. ان شاء الله كده تعجبكم وتجربوها و... ونخش على المقادير بتاعتنا. معانا اهوت بنات كوبايتين دقيق. طبعا الدقيق اللي هو طبعا الدقيق بتاعنا. ومعانا كمان اسف، معانا كوبايتين دقيق، كوبايه دقيق عادي وكوبايه دقيق من اللي هو الدقيق ذرة يا حبايبي. ومعانا كمان طبعا نص كوبايه سمنه يا حبايبي زي ما انتم شايفين. ومعانا ربع كوبايه زيت، ومعانا 3/4 كوبايه سكر، ومعانا كوبايه لبن يا حبايبي. عادي اهو. يبقى احنا كده هنعمل ايه بقى معانا؟ طبعا وطبعا معانا شويه معلقه صغيره فانيليا. يبقى احنا كده ومعانا بيضتين 2. طبعا احنا هننزل بقى كده المقادير اللي هي الجافه معانا حبايبي. اللي هيبقى معانا كوبايه دقيق عادي، كوبايه دقيق ذره. الدقيق الذره بتاعنا، او مثلا لو انت ما عندكيش مثلا ممكن تشتريه موجود في السوبر ماركت. يبقى احنا كده نزلنا بالمواد اللي الجافه الاول اهيت. معانا بقى كيس بيكنج باودر، كوبايتين الدقيق اللي هي بقى قلنا كوبايه دقيق عادي وكوبايه دقيق ذره حبايبي. طبعا بمضرب يدوي كده بقى، ونقلب المكونات الجافه دي كده ببعضها حبايبي اهيت. عشان طبعا ونحاول نقلبها كتير. ليه بقى؟ عشان الهواء بيتخللها كده، عشان ان شاء الله نبص بقى طبعا لما نيجي نعمل الكيكه حبايبي تبقى هشه والهواء داخلها كده. طبعا احنا ضربنا المكونات السائله بتاعتنا كلها في الخلاط زي ما انتم شفتم، او لو عندك مضرب. احنا كده بقى نزلنا بالمكونات السائله بعد ما ضربناها في الخلاط ضربه كويسه كده، والمكونات عملت في بعضها يا حبايبي زي ما انتم شايفينها كده بقى. احنا بقى نزلنا اهوت بالمواد السائله على المكونات الجافه بتاعتنا اهيت. وطبعا بقى مع التقليب المستمر حبايبي لحد ما المكونات تتغلغل في بعضها كده حبايبي اهو. وتانينا بقى نقلب كتير بالمضرب يا حبايبي زي ما انتم شايفينها. ان شاء الله بقى الكيكه بتاعتنا دي بقى تعجبكم باذن الله. وتضغطوا لي لايك واشتراك يا حبايبي. وما تنسونيش بقى بالتعليقات الجميله بتاعتكم. والله انا بشكركم كلكم جدا والله العظيم، لان تعليقاتكم دي بتزيدني طاقه ايجابيه، وعايزه انزل لكم فيديو كل يوم. بشكر كل اللي بيعلق لي، وبحبكم جميعا في الله والله. واللي اول مره يشوفني يضغط لي لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس. ويضغط الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اهوت يا حبايبي. طبعا زي ما انت شفت اهوت احنا بقى طبعا نازلين بقى بالمضرب، لازم نقلبها كويس جدا. وزي ما قلت لكم في المكونات بتاعتنا. احنا قلنا بقى كوبايه دقيق عادي، كوبايه دقيق ذره، ربع معانا معلقه صغيره خل ابيض، معانا سن معلقه صغيره ملح، ذره ملح صغيره، الفانيليا، بيضتين، كوبايه اللبن بتاعتنا حبايبي، و3/4 كوبايه سكر. طبعا السكر حسب الرغبه برضه، في ناس تحبها يكون مسكر قوي، في ناس عايزاها تكون يعني عادي، يعني في المظبوط يعني. طبعا هنا انا كان معايا الصينيه يا حبايبي. طبعا دهنتها سمنه زي ما انتم شايفين اهوت. وجيت اهوت قال نزلت بال, طبعا بالخليط بتاعنا اهوت، اللي هو طبعا بعد احنا ما خلصنا بقى تقليب بالمضرب اهوت حبايبي اهو. وادي كده الصينيه بتاعتنا هي بسم الله ما شاء الله. احنا كنا بيبقى مولعين اللي الفرن بتاعنا علشان يبقى ما تصملش معانا حبايبي. طبعا اهي كيكه بسم الله ما شاء الله تبارك الخلاق الله اكبر. ما شاء الله جميله جدا. بعد ما طلعت بقى طلعناها بقى من الفرن البوتاجاز او من الفرن عندك على حسب ما تسوي حبايبي. اهي بسم الله ما شاء الله جميله ونافشه وجميله جدا. ان شاء الله جربوا الطريقه وهي سهله جدا. وتبعتوا لي بقى في التعليقات يا حبايبي. اهو يا حبايبي ما شاء الله جميله جدا بالف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله جميله اهي. احنا كده بقى خرطناها اهوت اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي اهي. يعني بصراحه نافشه وجميله جدا. والكيكه بتاع البسيسه او زي ما بتسموها حبايبي، كيكه الذره دي بتبقى جميله جدا والله العظيم، بتبقى روعه. ما شاء الله بألف هنا وشفا. والطعم بقى بصراحه ما اقولكوش روعه تحفه. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وما تنسونوش بقى زي ما قلت لكم في التعليقات واللايك والاشتراك في القناه. ودمتم في رعايه الله. مع السلامه عليكم ورحمه الله وبركاته.